لو فاكر إن كلمة هاكر يعني مجرم، فأنت لسه ما شفتش غير نص الصورة. في هاكر يحمي ملايين، وهاكر يقدر يدمر شركة بكليك، وهاكر ممكن يشل دولة كاملة. والنهاردة هفهمك أنواع الهاكر من الصفر لحد الاحتراف بشكل خليك تشوف المجال بعيون تانية خالص. أول حاجة، يعني إيه أصلاً هاكر؟ الهاكر هو شخص فاهم الأنظمة كويس، بيعرف يدور على ثغرات، ولكن اللي بيفرقه عن غيره هو نيته. ممكن يستخدم مهارته في حنية وممكن في خراب. نبدأ بأول نوع، الهاكر الأبيض. ده الشخص الأخلاقي اللي بيشتغل مع شركات ومؤسسات عشان يلاقي الثغرات قبل أي حد. ده اللي بيحمي بياناتك وبيكشف الهجمات قبل ما تحصل. النوع الثاني هو الهاكر الأسود. ده بقى الجانب المظلم، الشخص اللي يخترق بهدف سرقة أو ابتزاز أو تدمير. ده اللي بنسمع عنه في اختراق الحسابات وسرقة فيزا، تسريب صور وهكذا. بين الاتنين في الهاكر اللي هو ماضي، مش ملاك ومش شرير. ممكن يخترقك من غير إذن، لكن مش دايما بيعمل ضرر. ممكن يبلغك بعد ما يدخل وممكن لا. في بقى نوع مشهور جدا، سكرايبت كيريز. دول مش محترفين، بيستخدموا أدوات جاهزة من غير فهم عميق. خطرهم في عددهم الكبير مش في مهاراتهم. وفي هاكر عنده رسالة اسمه الهاكتيفيست. ده يخترق عشان هدف سياسي أو اجتماعي، يدافع عن قضية أو يضغط على حكومة. نخش بقى على المستوى التقيل، هاكر الدول. ده مش شخص، ده فريق كامل مدعوم من الحكومة. دول مسؤولين عن التجسس الإلكتروني والانتباه على البنية التحتية والسيطرة على أنظمة خصومهم. جوه الشركات بقى في نوعين مهمين جدا. بلو تيم، دول الدفاع، يراقبوا الهجمات، يحللوها، يصدوها ويحموا الشبكة. الريد تيم، دول هجوم، يحاكوا هجمة حقيقية ويشوفوا لو الشركة هتظبط ولا لا. وفي الآخر عندنا صائدة ثغرات، ناس بتدور على ثغرة تبلغ عنها رسمي وتاخد فلوس مقابلة. وده يعتبر أفضل طريق للهاكر الأخلاقي. المهم إنك تفهم إن الهاكر مش شرير بطبيعته، هو مهارة، واللي بيحدد النوع هو استخدامه للمهارة دي. ولو ناوي تدخل مجال السايبر لازم تفهم علاقة كل نوع، لأن ده أول خطوة في طريق الاحتراف.